لما صحيت من النوم كنت لوحدي، وخرجت لقيتهم بره. قربت منها وكان شكلها غريب، ولقيتها بترد عليا بصوت معرفوش وبتقولي أغرب حاجة. بس قبل ما أحكيلكوا اللي حصل النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تتابعوا كل القصص الجديدة اللي هتنزل على طول. أنا اسمي مها وعندي 30 سنة، عايشة مع بنتي الصغيرة ملك. ملك عندها 7 سنين، وأنا وهي عايشين لوحدنا من بعد جوزي ما مات من 4 سنين. أنا شغالة جليسة للناس الكبار في السن اللي مفيش حد يهتم بيهم، لكني مش ممرضة. شغلانتي إني أروح أقعد مع الراجل أو الست العواجيز وأكلهم وأشربهم وأسليهم وأخد بالي منهم ومن البيت، أديهم الأدوية وأساعدهم في الحركة. لكن لو في حاجة تانية محتاجة اهتمام طبي أكبر، بتيجي ممرضة تساعدني وتاخد بالها معايا. من وقت موت جوزي وأنا شغالة الشغلانة دي، بتجيب فلوس كويسة تساعدني أصرف على بنتي ومحتاجش أمد إيدي لحد، وهي شغلانة هادية. الناس الكبيرة غير الأطفال الصغيرة ملهمش طلبات كتير، وأغلب الوقت بيكونوا نايمين بعد ما ياكلوا حاجة خفيفة وياخدوا الدواء. من فترة كلمتني مديرتي في الشغل وطلبت مني أجهز نفسي علشان أروح لزبونة جديدة اسمها مدام سامية. مدام سامية كانت ست كبيرة عندها يجي 80 سنة، وقاعدة في بيت بجنينة بيطل على النيل. ما عندهاش حد بعد ما بنتها ماتت من أكتر من 50 سنة وهي طفلة صغيرة، وصحتها بقت في النازل من فترة طويلة جدا. يعني هي خلاص تقريبا بتودع، وعندها ممرضة بتاخد بالها من صحتها، لكن الممرضة ما بتقدرش تقعد غير فترة النهار. علشان كده المكتب بتاعنا هيبعت حد ياخد باله من مدام سامية في فترة بالليل، والحد ده هيكون أنا. تاني يوم المديرة خدتني وراحت معايا بنفسها توريني بيت مدام سامية. لما وصلنا كانت الدنيا ليل، والمنطقة كانت هادية وكلها بيوت واسعة ومناطق خضرة وجميلة جدا. تخيلت لو كانت ملك معايا كان زمانها مبسوطة قوي وبتجري وبتتنطط. لما دخلنا البيت المكان كله كان ضلمة إلا أوضة واحدة بس في الدور الأرضي. المديرة خدتني ودخلناها، وجوه لقينا ست كبيرة قوي في السن قاعدة على كرسي متحرك وبتبص من الشباك على الجنينة، وجنبها الممرضة اللي كانت بتجهز علشان تسلمني الشغل وتمشي. المديرة وقفت بعيد وسابتنا اتصرف مع مدام سامية علشان تشوفها مبسوطة معايا ولا لأ. قربت من مدام سامية وقلت لها ازاي حضرتك، أنا هكون الست اللي هتقعد معاكي لحد بس قبل ما أكمل الجملة لقيت ألم نازل على وشي بيطرقع. مدام سامية كانت رفعت إيديها ولطشتني بالقلم من غير أي سبب. بصت لها وكان شكلها عصبي جدا وعيونها بتطق شرار، ومش طالع عليها غير كلمة واحدة: برا برا برا. خدت بعضي وجريت، لكن المديرة لحقتني على الباب وقعدت تعتذر وتقولي كان لازم أعرفك مدام سامية في مرحلة متأخرة من الزهايمر ومش عارفة حد حواليها، وعلشان كده ساعات بتبقى عصبية وعنيفة، فحاولي تخلي بالك وما تقربيش منها قوي، أو ما تقربيش منها إلا لو هتقدمي لها حاجة، واختاري أوقات ما يكونش مزاجها وحش فيها. أنا طبعا كنت هرفض، إيه هيقعدني مع حد ممكن يضربني في أي وقت ولا يفقعلي عيني. بعدين صعبت عليا الست الكبيرة المسكينة اللي ملهاش حد، وكمان المرتب المعروض عليا كان أكبر من أي مرة، وحسيت إني لازم أوافق وما ضيعش الفرصة دي. كان فاضل سؤال واحد: أنا هقعد هنا كل ليلة ومش هينفع أسيب ملك بنتي لوحدها في البيت، ممكن أبقى أجيبها تبات هنا معايا؟ المديرة ترددت لنفس السبب اللي كان مخوفني: مدام سامية ممكن تضايق البنت أو ممكن تضربها. بس أنا قلت للمديرة إني مش هسيب ملك تقرب منها خالص، وده خلاها لانت في الآخر ووافقت، بالذات إني كنت شاطرة في شغلانتي وكانوا محتاجين وجودي. أول ليلة دي كنت سايبة فيها ملك عند الجيران علشان ما كنتش عاوزاها تيجي البيت بتاع الشغل لغاية ما تعود عليه. ولما الممرضة والمديرة مشيوا فضلت لوحدي في البيت الضلمة الكبير مع مدام سامية، وحسيت بجسمي بيقشعر وأنا ببص حواليا وبشوف مدام سامية من ظهرها بصة للجنينة ومش حاسة بحاجة حواليها. كنت كل ما أدخل وتلمحني تتعصب عليا، وأنا بحاول أكلها العشاء حاولت تضربني تاني، بس كنت عاملة حسابي المرة دي. لما نامت في الآخر وتأكدت إنها مش محتاجاني، قمت أتفرج على البيت شوية. البيت كله كان أوض مقفولة، بس في أوضة نوم كانت مفتوحة. لما دخلت لقيت عليها صور لبنت صغيرة مع مدام سامية وهي شكلها أصغر،
أكيد بنتها اللي ماتت. بعدها خدت بعضي ودخلت أوضتي علشان أنام أنا كمان. طول الليل وأنا في الأوضة كنت سامعة صوت تزييق في الأبواب، وبرغم خوفي قلت لنفسي أكيد الهوا بيحرك البيبان والشبابيك، وأكيد أنا خايفة علشان البيت جديد عليا، بس بكرة هتعود، ولما ملك هتيجي هتونس بيها وخوفي هيقل. تاني يوم بعد المدرسة خدت ملك، وبدل ما روحها على بيتنا روحتها على بيت مدام سامية. في الأول كانت خايفة وقلقانة، بس لما شافت حجم البيت والجنينة فرحت قوي. ولما دخلنا قلت لها العبي في كل مكان، بس اوعي تقربي من أوضة مدام سامية. وبعدها رحت أجهز الغدا لمدام سامية، ولما رجعت لقيت ملك في أوضتها. قلبي وقع في رجليا وفكرت الست هتضربها زيي، بس لما قربت لقيتها بتضحك معاها. استغربت جدا. وبالليل رجعت أصوات الشبابيك تاني، والمرة دي كان في كمان صوت بنت صغيرة بتعيط، رغم إن ملك كانت نايمة جنبي مش بره. معرفتش أنام خالص من كتر الخوف، وقلت لنفسي بكرة هاخد بعضي وامشي أنا وملك ومش هنرجع هنا تاني. بس لما طلع الصبح حسيت إني عبيطة، وقلت هقعد علشان الفلوس، يمكن بيتهيألي علشان أعصابي متوترة. يوم ورا يوم بقيت مدام سامية ما تهداش غير لو شافت ملك، لدرجة إنها بعد شوية بقيت هادية خالص ومش محتاجة الممرضة في حاجة، فبقيت أنا اللي مرافقاها دايما وبعمل لها كل حاجة، وكمان مرتبي زاد. بس يوم ورا يوم بقيت أحس إن ملك بتتغير معايا، وساعات كنت بصحى من النوم ألاقيها مدياني ظهرها وبتهمس لحد أنا مش شايفاه. كنت مفكراها بتلعب، وقلت لنفسي يمكن بتتغير في تصرفاتها علشان بقيت في مكان جديد، وبقيت تقعد مع مدام سامية كتير. ساعات كنت بشوفها تدخل تقعد تلعب في أوضة بنت مدام سامية بالساعات، وساعات تانية كانت تنام على سريرها. ولما أخرج من الأوضة أسمع صوت العياط تاني، وأدخل ألاقي ملك في سابع نومة. لحد ما في مرة صحيت لقيتني لوحدي، وخرجت بسرعة أدور عليها. لقيتها لابسة لبس بنت مدام سامية وقاعدة جنب الست الكبيرة. حسيت إن في حاجة غريبة، ولما قربت لقيت الست بتضفر لبنتي شعرها. إزاي قدرت تسرح لها وتضفر لها وهي مش بتقدر تحرك إيديها علشان تأكل نفسها؟ قربت منهم وندهت على ملك، بس ما ردتش عليا، وكانت حضن عروسة عمري ما شفتها عندها. شكلها قديم، وشكلها شفته قبل كده في أوضة بنت مدام سامية. ندهت على ملك تاني، ووقتها اللي بصيت لي مدام سامية ولقيتها بتقولي بصوت قوي دي مش ملك بنتك، دي دلوقتي أميرة بنتي أنا. فكرتها بتخرف وقلت لها انتي بتقولي ايه؟ قربت بسرعة من ملك علشان أشيلها وأهرب بيها، بس لقيتها بترد عليا بصوت مش صوتها، وبصالي وعيونها كلها سودة وبتقولي قلنالك إني مش ملك، أنا أميرة، وانتي عملتي دورك لحد هنا وجبتي بنتك علشان روحي تدخل فيها بعد 50 سنة، وأنا كنت مستنية حد مناسب يجي علشان يساعدني أرجع لأمي، بس انتي خلاص دورك انتهى وجي ميعاد موتك علشان تحصلي بنتك. حاولت أجري من البيت وأهرب بسرعة، لكن الأبواب كلها اتقفلت عليا ومعرفتش أخرج. استخبيت في أوضة من الأوض وأنا عمالة أحاول أكتم صوت عياطي علشان محدش يسمعه، لكن كنت سامعة من بره صوت رجلين، وكنت سامعة صوت أميرة خارج من جسم بنتي وهي عمالة تقول مستخبية فين؟ اخرجي علشان هلاقيكي، وكده كده هقتلك. خلاص بنتك ماتت هي كمان، ولو متي دلوقتي كل حاجة هتكون أسهل. ماما هتاخد جسمك وهنرجع أنا وهي مع بعض على طول، وانتي هتروحي لبنتك وهتفضلي معاها برضو. فضلت طول الليل أهرب من مكان لمكان جوه البيت وهي ورايا وبتلاقيني كل مرة، لحد ما في الآخر وقعت من على السلم وبقيت قدامها وببص لقيت ملك جاية عليا، بس شكلها متغير وماسكة في ايديها سكينة طويلة، وصوت أميرة بيقولي أخيرا لقيتك، أخيرا كل حاجة هتنتهي. دلوقتي هي رافعة السكينة وأنا عارفة إنها هتقتلني، وأنا سامع صوت الكرسي المتحرك بتاع مدام سامية خارج من الأوضة، وشايفاها وهي بتقرب وبتبتسم لي ابتسامة مرعبة قبل ما بنتها تخلص عليا بالسكينة.